مساء الخير عليكم، مرحبا بكم البنات، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير على خير. شوفوا اليوم جبت لكم ميني كيك. ميني كيك بكريمه الليمون كذاك بالليمون بزاف جبنين. يلا نبداو مع بعض على بركه الله. نقولوا اول حاجه الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شوفوا هنايا البنات جبت زوج حبات بيض. جبت كذلك تقريبا ماشي كاس معمر تاع زيت، يعني ناقص زوج صبعين. جبت كذلك السكر هنايا نقول لكم حسب الاختيار. يعني نتوما واش حبيتو تحبوه حلو تحبوه ماشي. هنا كذاك جبت لي جاس تاع القارص. وكذاك جبت هنا لافاني مغرفه هكذا صغيره تاع لافاني، وجبت رشه تاع ملح. هنا شوفوا هنايا يروح هنايا كذاك نجيب القارص، انا حبيتها بالقو تاع القارص. جبت هكذا عصرت نصف حبه تاع قارص، جبت يعني زوج مغارف كبار تاع عصير تاع القارص. شوفوا نضربهم كامل حتى يتخلطوا يتجانسوا كامل المكونات مع بعض. عفوا. وجبت هنايا حوالي زوج مغارف تاع حليب، زوج مغارف تاع حليب. طبعا ديما نزيدوهم يعني في الكيك باش يعطينا طراوه للكيك، ما يجيناش ناشف كي ناكلوه ما نحسوهش ناشف. ومن بعد شوفوا ضربتهم مليح دخلتهم كامل مع بعضهم. وجبت هنايا الفارينه او الدقيق الابيض. شوفوا هنا الفارينه والدقيق الابيض انا حطيت هنايا بالمغرفه، شوفوا هنايا. وانت تقدروا تكيلوا بالكاس، وكذلك يعني هو من ذاك عينه هي ميزانه، لان الدقيق الابيض كاين دقيق اللي يشرب وكاين دقيق اللي ما يشربش. يعني نشوفوا يعني احنا كي نتعودوا يعني نخدموا الكيك، خاصة هكذا الكيك العادي اللي ما نطلعوش فيه البيض تاع ما نطلعوش البيض تاع البيض، ولا ما نطلعوش البيض هكذا حتى يولي رغوة، ولا يعني احنا نقدروا نتحكموا في الفارينة. يلا يا جماعة شوفوا هنايا، شوفوا هنايا واش درت. هنا باقي نضرب هكذايا، واهم حاجه يعني انا كي راني نضرب سرعت شويه وكذلك ما نضربوش يعني حتى يولي لاستيكي، يعني نضربو ندخلوا فقط الفارينه. ومن بعد نزيد حتى نتحصل على القوام اللي كنا حابينه. شوفوا صدقوني هذه الكيكات كان ديما نقول لكم انا حاجه كي نجرب كي نخدمها، يعني حاجه بزاف كي تجيني بنينه. يعني حابه نقول لكم شحال يعني شحال جات بزاف بنينه، وكذلك جات خفيفه، يعني جات بزاف خفيفه. صدقوني جربوها ما تندموش عليها. وتقدروا يعني ديروا هذه الطريقه في المول الكبير. انا درت هنايا تقدروا ديروا كذاك مادلين. شوفوا هنايا انا تحصلت هنايا على الكميه. انا جبت هذو القوالب الصغار، تقدروا تجيبوا اي نوع تاع القوالب اللي عندكم، المهم تقدروا تحطوهم لي تقدروا تحشيوهم بكريمه الليمون. كذلك هنا تقدروا تجيبوا هذاك مثلا كيما القالب تاع القالب السحري، احنا نسموها قالب السحري. عفوا. قالب هذاك السحري. تقدروا كذلك تخدموا به هذه الطريقه وتعملوا هذيك الكريمه تاع الليمون. تقدروا تزيدوا لها كذلك مع كريم شانتيي. يعني الطريقه يعني نتوما اللي تنوعوا، احنا نوريكم الفكره، احنا مجرد نجيبوا لكم الفكره وانتم يعني تتحكموا في الفكره كيما حبيتوا، يعني تتحكموا في الطريقه وفي لي موديل اللي حبيتوا ديروا. شوفوا انا بعد ما عمرتهم جبت هنايا ذا البلا، البلا درتهم هنا وندخلهم يطيبوا. شعلته يعني على 180 درجه ونخليهم يطيبوا. يعني هذوك صغار بداو لي تقريبا هكذا 30 دقيقه. شوفوا هنايا انا جبت هنا عصير الليمون، جبت نصف كاس سكر، جبت حبه تاع صفر البيض، هنا نحطوا الصفر تاع البيض. وجبت كذلك نشا، جبت مغرفه يعني معمره مليح. شوفوا انا مغرفه يعني عمرتها مليح، وتقدروا يعني كما انا درت هنا مغرفه مش معمره وزدت شويه، وما تعمروا مغرفه مليح. ومن بعد تضربوهم مليح وتحطوها فوق النار وتبقاو تضربوا هكذا حتى تعقد، تبقاو تضربوا حتى تعقد مليح. بعد تنحيوها من النار. شوفوا انايا فيه مقطع باكر حلي، زدت شويه تاع زبده. شوفوا انا درت مغرفه صغيره تاع زبده لانه جبت كميه صغيره، لان شفت درت كميه صغيره تاع ميني كيك. لهذا يعني درت هنايا راح لي كي ضفت الزبده مع باش حبست الكاميرا ما كانش تصور كما قلت لكم. زيدوا هكذا قطعه صغيره تاع زبده ودخلوها مع بعض. ومن بعد نجيبو نغطيوها هكذا بكيس كيس غذائي ونحطوها مباشره فوق هذه الكريمه باش ما ديرناش هكا القشره عفوا. ونخليوها تبرد مليح، تبرد يعني مليح، تقعدش كامل فيها سخانه. باسكو لا ضربناها وهي سخونه كي خلينا يعني مثلا فيها شويه تاع سخانه وعاودنا ضربناها تعاود نفس الشيء، تعاود تجمد معانا، يعني تعاود تجمد تولي كيما الاول كشغل ما ضربتهاش. وتخليها تبرد مليح. ومن بعد هنا جبت بودرة شانتي، حطيت هنايا زوج مغارف لان عندي كميه صغيره. وتبقى هنايا اذا درتوا الكميه اكثر تقدروا يعني ديروا يعني عفوا لك خام شانتي اكثر او بودرة شانتي اكثر. ونبقى هنايا نضربهم مع بعض حتى نتحصلوا على هذه الكريمه. يعني كريمه صدقوني رائعه. فقط ملاحظه كذاك اللي ما يحبوش حاجه حامضه بزاف يقدروا، مادام احنا في موسم الحمضيات، موسم البرتقال وموسم الاخر، تقدروا يعني تخلطوا بيناتهم.
ديروا نص كاس قارص ونص كاس عصير البرتقال، وهكذا يعني ما تتخلصوا من هذيك الحموضه الزايده اللي ما يحبش. اما عشاق الليمون والعشاق حاجه حامضه، يلا صدقوني هذه هي الوصفه اللي راكم تحوسوا عليها، وهذه الكريمه اللي راكم تحوسوا عليها. هذه الكريمه كذلك نقدروا نستغلوها في حاجه اخرى، نقدروا نديروها يعني كتحليه. نجيبوا الفاكهه ونديروا يعني طبقه تاع فاكهه وطبقه تاع هذه الكريمه، كذلك تجي بزاف بنينه. وان شاء الله في الايام اللي جايين نحمل لكم وصفه، خاصه احنا رانا في قربنا شهر رمضان، ان شاء الله على يجينا بالهنا والصحه يا ربي، يلقانا من احياء ومن كذلك يلقانا في الهنا والصحه. شوفوا كي لقاونا هكذا كما قلت لكم نوجدوا هذه الوصفات كذلك مليحه بزاف في رمضان. شوفوا انا درت هنا ديكور بسيط جدا. جبت هنايا جبت قارص، عدلت هكذا طرنشات صغار ورققتهم وحطيتهم من الفوق، يعني ديكور عادي. ومن بعد شوفوا انا الكميه هذه نقول لكم صراحه انا نحات لي اكثر من هكا، باسكو انا كانوا عندي غير 9 برك هذو هذو واسمهم هذا المول كان عندي غير 9. طيبت 9 ومن بعد زدت طيبت يعني نحاولي كامل 12 حبه، ولكن ما شاء الله يعني الذراري لقاوهم قبل ما كمل الديكور كمل كلاوهم، يعني نقول لهم بصحتكم. شوفوا هنايا شوفوا هنا بعد ما قطعت لكم، شوفوا هنا كيفاش خرجت. شوفوا جات الكيكه بزاف خشينه، عفوا جات بزاف خفيفه، وثانيتك يعني الكريمه هذه جات بزاف رايحه.